صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا مظلوم كربلاء، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. غريب مظلوم كربلاء. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا صدقة وذو رحم كاشح. طبعا احنا التزمنا أن نتعرض إلى موضوع الصدقة أيها الأحبة لعظيم الأثر، لأن لها فيها أثر عظيم على الحياة. أكثر حياتنا إذا فيها عثرات ترفع العثرات الصدقة. وألقينا على مسامعكم الكريمة في الأيام السابقة آثار الصدقة: تطيل العمر، منماة للرزق، تدفع البلاء المبرم إبراما، وكثير. فإذا هذا الموضوع لما يكون له هكذا أهمية يكون حساس. إذا نستطيع أن نقف على جزئيات هذا الموضوع حتى نتعلم ما ينفعنا. وطبعا هذا يكون تحت عنوان الإدارة، يعني هناك إدارة سماوية تدير سعادة الإنسان. إذا الإنسان اتبع هاي التعاليم، أوامر هاي الإدارة الربانية الصادرة من الوحي الإلهي، راح تكون حياتنا مستقيمة. إذا الإنسان ما اتبع هاي الأوامر، الإرادة الإلهية والإدارة الإلهية ما اعتنيت بيها، الله يقولها ما أوجبت عليك، أنا خليته مستحب. فإذا التزمنا به راح هواية حياتنا تتصحح، هواية كلش هواية. فد واحد اجى للإمام الصادق عليه السلام بالمسجد قاعد، الإمام بين فضائل الصدقة وأن الصدقة تدفع البلاء المبرم إبراما. هذا كان ما يصدق، يقول من طلع من المسجد صار فكرة يشيل يصدق، شال الصدق، هو الصدق جت دابة ضربته. فرجع للإمام قال له: يا ابن رسول الله، أنا كنت ما أصدق وما يصير بي شيء، هسه تعلمت من عندك الصدقت، ضربتني الدابة. قال له الإمام: أتعلم إذا كنت لم تكن تتصدق ما الذي كان عليك؟ كان قضى الله عليك الموت، دفعه الله بهذا. زين، هسه احنا هاي الرواية اللي بدأنا بيها البحث أيها الأحبة، وهي أنه لا صدقة وذو رحم كاشح. شنو معنى ذو رحم كاشح؟ ذو رحم عدو إلك، عدو متخذ موقف عدائي وياك. اكو سيدنا ارحام، اعداء ارحام ما اكثرها الان، لجهلنا، لعدم معرفتنا. ولربما البعض يقول هذا مو عداء، انا فقط مقاطعه ما اروح له، ما يعجبني اروح له. ولربما هالشكل اكو يعني. بينما الله سبحانه وتعالى يقول لا، انت اذا ما تصل رحمك تسال عنه، تزوره، توصل له، ترفع حاجاته، مشاكله، يتمرض تزوره، يسافر توصل له، وامثال ذلك. يصير عرس، يصير فرح، يصير حزن، اوصل اشارك في مناسباتهم. يقول هاي معنى صلة الرحم. واحد يقول والله اذا انا اريد اوصل يهيني، يقول خذ بالتليفون، بس الحمد لله التليفونات موجوده وهوايه تليفونات هم عندنا، ادز له رساله بالتليفون، اخابره، اسال كيفه، اريد اجي ازورك اذا موجود، شو وقت موجود، اوصل بخدمتك. تكسر توخر الشيطان، تجعل المحبه، الله يحب المحبه بين الناس. احنا اليوم شو نريد نبين ببحثنا يا ايها المؤمنون؟ نريد نشوف مراتب الصدقه، شنو افضل شيء نسوي بالصدقه. مرة انا اكون ابحث اقول افضل الصدقات شنو، هذا يجي موضوع على كتر. انواع الصدقه شنو، موضوع على كتر. ومرة لا اريد ابحث اقول افضل اصدق لو افعل الفعل الفلاني، اريد اصدق منو افضل واحد اقدمه بالصدقه على غيره. فيسموه مراتب من يتصدق عليهم. اعظم
أعظم مرتبة أيها الأحبة الرحم، أعظم مرتبة. يعني لو أنا عندي فلوس ما أقدر أصدق على كل الناس، وأنا أقدر أصدق على واحد من الناس، وأمامي جيران ورحمي وصديقي وأمثال هاي العناوين. زين أنا شو أسوي؟ أقدم الرحم لو أقدم جاري؟ إذا الموضوع نريد نشوف الصدقة نقدم من في إعطائنا للصدقة. فقيل للنبي صلى الله عليه وآله: أي الصدقة أفضل؟ أي صدقة أفضل؟ فقال: على ذي الرحم الكاشح. أي الرحم شنو؟ المعادي، الرحم اللي أنا وياك اختلاف. أنت راح تشتري بهاي الصدقة شنو؟ تخلي المحبة وترفع الشيطان، بل تفرح الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه. هو شي يريدنا بزمن الغيبة؟ يريدنا إحنا دائما قلب على قلب، إيد بإيد. تقول لي: سيدنا بالله من جبت لي هذا الحكي؟ وين قايل الإمام هذا الحكي؟ كليتنا الحمد لله نروح نزور الإمام أئمتنا، وبالخصوص نزور منه؟ الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. من نوقف نزور حتما شو نزور؟ زيارة وارث لو زيارة البقية. أنا سلم لمن سالمكم. يعني شنو السلم؟ يعني إذا إذا من عنده قاطعة هيك شو تقولون؟ شو تقولون؟ شنو معنى سلما لمن سالمكم؟ أنا مسالم، أصلا ما أتعارك وياه، ولا أصير عدو إله، ولا أحمل الغيظ في قلبي عليه، بل هو مسالم بالنسبة إلي، في أمان من جهتي. يتناسب الإنسان المتنازع ويا رحمة واحد من أرحامه يقال له هذا مسالم، لو معادي هذا، لو خصم بالنسبة له خصم. زين أنا من أوقف أزور الإمام بأبي وأمي، وأئمتنا قالوا: من زار الحسين غفرت له ذنوبه البتة كلها، غير بشرطها وشروطها. واحدة من شروطه شنو؟ هذا الأمر كن أحققه. سيدنا هواية صعب، إيه أنا معترف صدق، إحنا المتعودين، أنا اللي متعود ما أقدر أتنازل عن هذا الأمر، صعب علي، بس ترى هو جهاد. أنفسكم ميدانكم الأول، إن قدرتم عليها فأنتم على غيرها أقدر. إذا أنا أكون أعلم نفسي، أروض نفسي، أربي نفسي شوية شوية، يوميا خطوة. أقول أنا اللي كنت ما ملتفت، عمي أنا أحب عاشق أزور الإمام، وعاشق أنه آثار الزيارة أحصل عليها، لأنه تأثر على حياتي، على سعادة حياتي. فإذا أنا لو ألقى لي صديق أقول له: تعال خل أنا وياك نتفق شلون نذلل هذا الأمر الصعب. بطرق، هواية بطرق. ذول اللي عندهم كتب اسمه السير والسلوك، السير والسلوك، علماءنا الأعلام المجتهدين أكثرهم كاتبين كتب اسمها السير والسلوك. يعني شلون أجي وأطبق هاي الأحكام والتعاليم اللي وصلت لي من خلال الروايات، روايات محمد وآل محمد. صلي على محمد وآل محمد. إذا رحت تعلمت وسهلة، يرد لها واحد عنده صدق عزيمة وجدية وفعلا عنده إرادة قوية، يقول: خل أبدي اليوم فت خطوة أمشي، اليوم خل أقول ويا نفسي، أعود نفسي بعد ما أجيب طارية، ما أحكي عليه قدام الآخرين. طبعا جهاد أيها الأحبة، جهاد. وشهر رمضان شهر التربية، هو يعلمنا أن نتوفق لهذه الكرامات. صلوا أرحامكم. إيش قد قرأنا وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ليلة شهادته، وكذلك خطبة النبي التي نقلها لنا الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه، هم يأكد فيها على صلوا أرحامكم ووقروا كباركم وارحموا صغاركم. كلها كنا نقرأها ذني، نريد نسويه عمل، نقول شوية شوية نتعلم. بس يا رسول الله علمنا بعد. يقول السكوني عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: الصدقة بعشرة.
10 أضعاف ثوابها. زين القرض شنو؟ قال والقرض ب18 18 ضعف. إذا إنسان يقرض واحد، تقول سيدنا عود ليش الصدقة ب10 أضعاف والقرض 18؟ يقول لأن الصدقة يأكلها وتنتهي، بينما القرض من تطير راح تخلي له عزيمة. شو يسوي؟ يروح ياخذ القرض حتى يطلع بقده أكثر، يروح يشتغل حتى يرجع لك شنو؟ القرض. راح السوق، سوق المسلمين يعمل، يتداور فيه المال. طبعا دير بالكم إن شاء الله أنتم بعيدين عن هذا الجانب، أن الإنسان يعطي قرض لكن شنو؟ بالربا والعياذ بالله. مو اليوم أكو شفت هواية أكو متعودين، والعياذ بالله. إن شاء الله أنتم بريئين وبعيدين من هاي الحالة. قلبه ما يطي يقول له عمي والله محتاج مليون، قال له اي مو تدري هاي راح تبقى، وانا لو اخليها بالشغل تدري شو الذبدي هاي، انا شغلي ماشي، هاي مليون تعطيني 200 ربح اقل شيء بالشهر. يلا هسه انت جاي تاخذ صديقي وعزيزي 5 اشهر دين، يلا هسه 200 خلي علينا وجيبهن، وهاي هم متفضل عليه، وهاي هم متفضل عليه. هسه هديه تعطيني فالشيء يعني موصل ايدك بالنتيجه. هذا قرض، هذا ربا أيها الأحبة. إحنا عندنا الربا نوعان، نوع يسموه ربا قرضي اللي هذا ذكرته أنا، يعطي دين ويجر عليه بالفائدة. قال له يلا أنا ما أقول له أعطيني 200، أقول لك أنت عندك بيت أرد أجره، أنت مو تأجره بمليون، يلا أعطيك قرض أجر لي إياه ب800. وبهذا قرض جره ربح، هذا سموه ربا قرضي، ما يجوز. أي فائدة ترتب على القرض، قال له أنت ارهن لي البيت، أرهن أنا البيت وأعطيك هالقد أجار عليه. شلون رهن شلون أجار؟ يعني يقول له أنت تعطيني هالقد فلوس قروض أنا أجر لك إياه بأرخص. خب هذا اللي أعطاك إياه شنو عنوانه؟ قرض، هذا قرض. خب مو هبة وهدية، قرض. هذا صار شنو؟ صار ربا. تقول لي سيدنا شلون نتخلص من عنده؟ اي هوايه طرق، اذا الله يوفقنا نتعرض الى هذا البحث هوايه ينفعنا، لانه مبتلين به. التاجر فاسق حتى يتفقه، لانه اذا ما يعرف حكمه مثل واحد يصعد السياره ويسوق وما يعرف السياقه، يردم لو ما يردم؟ يردم. واحنا معاملاتنا اكثرها تجاره بيها يقع بها القرض، الربا القرضي. زين الربا المعاملي شنو سيدنا؟ الربا المعاملي لا والله، كل ما يباع بالكيل أو بالوزن، كل شيء ينباع بالكيل لو بالوزن. والله خلينا نجي هسه البيض يبيعوه عندكم وحدات لو بالكيلوات، إذا البيض يبيعوه بالكيلوات أنا أقول له هاي طبقة بيض اعطيني طبقة بيض وكذا إضافة، يصير لو ما يصير؟ ما يصير. طبقة بطبقة، كيلو بكيلو، إذا صار بها زيادة حتى لو جزء صار تفاضل. إذا من نفس النوع المكيل والموزون من نفس النوع تتقايض به مع الزيادة صار ربا معاملي. تقول لي سيدنا شنو آثاره؟ أولا صاحبها ملعون، حرام، الربا كمن يحارب الله، بعد يأكل في بطنه نارا، بعد المعاملة باطلة باطلة. هو لقمة واحدة، لقمة حرام إذا دخلت بطن ابن آدم جعلت قلبه أعلاه أسفله وأسفله أعلاه. ما كان موضوعنا هذا لكن جر. فإذا وصلة الإخوان ب20، القرض ب10، العفو الصدقة ب10، القرض 18، صلة الإخوان ب20، وصلة الرحم ب24. أيهما أعظم في نظركم؟ وبالرواية تقول صلة الرحم أعظم عند الله، الله يضاعفها 24 ضعف، هاي صلة الرحم. وأفضلها، يكمل النبي يقول وأفضلها على بالإنفاق على الوالدين والأهل إذا لم يكونوا فاجرين. الفاجر العاصي الذي يفجر يقال على صاحب المعصية فاجر،
الفاسق فاجر. إذا كان هذا عاصي والعياذ بالله لا ينفق عليه. إذا ما كان عاصي النفقة عليه أعظم النفقة وأفضلها على الأهل وعلى الوالدين. تقول لي سيدنا السآني أهلي النفقة اللي يردوها الواجبة علي اللي مذكورة بالرسائل العملية في باب النكاح، يذكرون الفقهاء يجب النفقة الزوج يجب أن ينفق على زوجته وعلى أبنائه. ايش قد محددي بالرسالة، موضوع مستقل هذا. زين أنا أنفقت عليهم النفقة الواجبة، هسا أرد أسوي زيادة، أيهما أفضل؟ أسوي زيادة على العائلة، إحنا نسميه توسعة، يعني أوسع أكثر عليهم، أشتغل بالمستحبات. لو لا يجيني فقير أطل الفقير وأنا فلوسي تكفي، لو أوسع على العائلة لو أطل الفقير. شو تقول الرواية؟ تقول وسع على العائلة أعظم ثوابا من إعطائك للفقير. هذا التكافل الاجتماعي، هاي إدارة السماء، والله سبحانه وتعالى يعلم أن هذا آثاره شقد جيدة. زين هسه سيدنا افتهمنا هاي مراتب الصدقة وجد الله يضاعفها. زين أول مرتبة ايش قلنا؟ صلة الرحم، وأفضل شيء بصلة الرحم الأهل والوالدين، وثم يجون الأقرباء. زين بعد أكو غير ذولا عندي صدقة، الله موفقني وعندي مال اصدقت على رحمي، على والدي، على أهلي وسعت عليهم، الله ناعم علي بالخير، شنو بعد أسوي؟ قال المرتبة الثانية الجار. حتى أمير المؤمنين في وصيته قال أوصاني رسول الله بالجار حتى ظننت أنه ماذا؟ سيورثهم. إلى هالدرجة. إيش قد الجار؟ في الروايات عندنا 40 منزل من كل جهة، هؤلاء كلهم يقال لهم جار، حق الجار على الجار. زين بعد يقول والصدقة الدرجة الثالثة الصدقة على ذوي العاهات. شنو ذوي العاهات؟ يقول واحد الله بالي في بيته عنده شنو؟ معلولين. من أعال بمعلول، بل من أعال بالبنات، الله رازقه بنات، الله قاسم له بنات، احنا بنظرنا انه البنات شنو؟ لا خطيه، هاي جاب هاي البنيه الثالثه. لكن بالروايه شو يقول عندنا؟ يقول الولد حسن، الولد رزق يسأل عنه، والبنت حسنة لا يسأل عنها. ولو هنا الرواية شو تقول؟ من أعال ابنتين أو أختين أو عمتين أو خالتين حجبتاه من النار بإذن الله. شو المنزلة عظيمة هاي. يعني إذا المؤمن الله رزقه شنو؟ من عليه بالأناث، أو عنده أخوات اثنين ما متزوجات وأبوه توفى هو صار يتولى أمرهن، أو خالتين أو عمتين، يكونون ذولا سبب النفقة عليهم ومداراتهم، سبب يحجبوه من النار، بعد نار متمسه. شقد منزلة عظيمة هاي. نعمة لو مو نعمة؟ تستحق واحد يصلي على محمد لو محمد لو ما تستحق؟ شو تقولون؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. بعد اكو مراتب اخرى، اكو مراتب اخرى. المراتب الاخرى ذوي الفضل، العلماء. بس تقول انت طلبه وتريد الحوز النار لقرصتك سيد. بس انا حسب الروايات تقول هؤلاء اللي يحملون فضل بالمجتمع، تلقى مسؤول متدين، تلقى عالم، تلقى مهندس محترم محتاج اوصل. هذول الرواية تقول ارحموا عزيز قوم ذل. انت لما تجي الى العالم وتغنيه، انا كنت اقرا في باب اللمعة في كتاب باب المتاجر، اول باب المتاجر، الشهيد الاول والثاني، هناك ذكروا انه واجب العالم المجتهد على الامة ان لا يقصر معهم، ويكون
مخلص في استنباطه للأحكام، يتعب نفسه فيخرج لهم الأحكام الشرعية، بينه وبين الله لا يكون مقصرا، صادقا معهم في نقل الفتوى والحكم ولا يخدعهم. زين واجب الأمة شنو؟ أن يصلون إليه بما يحتاج في دنيا، يكفوه دنياه. احنا اليوم اشوف ناس ذولا بس ياكلون مال فلوس مجاني. والله انا صرت طلبه، والله ما عندي وقت حتى احك راسي. الله وكيلك، غير المطالعه، غير التدريس، غير الدرس، غير الكتابه، غير المجلس، غير السؤالات. اليوم دخلت هاي الموبايلات عندنا، كل وقت يدزوا لك رساله ويسالون مساله واستخارات واستفسارات وحل مشاكلهم. فوقها تعال على ميتنا هم تعال لقنا انت وصلي عليه، ومن يتزوج هم نوصل الزواجه، وفوقها يقول ذولا بس اكل وشرب ونوم. شلون؟ ما ادري والله. احتمال ذولا فالطلبه هم يعرفوهم، اما اللي انا شايفهم ابدا ما يلحق وحك راسه. هو واحنا نمشي بالشارع يسالونا، نوقف، مطر، حر، برد، تكليف شرعي. انا الان اريد اوصل للمؤمنين، اريد اعينهم على دينهم ودنياهم واخرتهم. احسن الله اليكم. اذا ايها الاحبه، ذوي الفضائل بعد، والمرتبه الاخرى الاصدقاء. الانسان يكون يفتش بين اصدقاء، المحتاج يقدر يوصل له باسلوب ادب وفي حياء وفي حفظ للعفه والكرامه. وكذلك الصدقه عن الموتى. بعض الناس يقول انا يوميا اطلع صدقه، اقول هاي عن اموات محبي محمد وآل محمد. لا، محمد وآل محمد. سؤال، فد واحد يسالني قال سيد هسه احنا عندنا يجون يدقون البيبان يقولوا اعطونا من مال الله، احنا نسميهم متسولين. زين انا ذولا اطل ذولا لو اوصل الارحامي، وانا ما اقدر اطل الاثنين. الروايه هنا شو تقول؟ تقول لا، اعطي لارحامك. وهسه حكينا احنا عن الارحام، اهميه الارحام والعطاء اليهم والصله اليهم. يقول له الامام الصادق عليه السلام، واحد يساله يقول له عن الصدقه على من يسال على الابواب او يمسك ذلك عنهم. انا يجون يدقون الباب انطيهم لو امسك عنهم ويعطيه ذوي قرابة؟ قال لا، بل يبعث بها إلى من بينه وبينه قرابة، فهو أعظم الأجر عند الله. صلوا على محمد وآل محمد. رواية أخرى أقرأها وأختم المجلس إن شاء الله. بالإسناد عن علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه أن رسول الله قال، يعني الإمام يروي لنا، قال لسراقة ابن مالك بن خثعم: ألا أدلك على أفضل الصدقة؟ النبي يقول له لأمير المؤمنين أدليك أفضل الصدقة وين؟ قال بلى يا رسول الله، بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال أفضل الصدقة على أختك وابنتك مردودة عليك ليس لهما كاسب غيرك. عجيب. صدقوني أيها الأحبة، احنا حتى في زكاة الفطرة راح تجينا زكاة فطرة نريد نطلعها، المن نعطيها؟ اكو يمنا اقربائنا، اختك، عمتك، خالتك. واحنا بينا مسألة الفقر، اكثرهم فقراء، وهاي اللي ما عدا رجال وما متزوجه وقاعده البيت ما نجيب مصرفها، جاي نوكلها. خوي عندها حاجات اخرى غير الاكل والشرب ايها الاحبه. هاي هم بودها تزور اختها، ابناء اختها، ابناء اخوها، الشيء الفشي تخلي بيديهم عزتها وكرامتها، لانه هاي قضيه محبوبه. فانا كون اخلي فشي بيدها، يقول ليس لهم احد الا انت، صل اليهم، اوصل لهم. وش قد حلو ايها الاحبه احنا نتواصل بين فتره وفتره.
اخذ لي كيس فاكهه، اشتري لي فشي، لا والله اخلي شويه فلسات كم وحده، اقول له الهي هاي عن سلامه الامام الحجه قربة الله تعالى. اروح هم ازور اختي، ادق الباب عليها اطوب، اسال كيفها عن قرب، اشوف ابنائها، ومن ثم اقول هاي تفضل، لا اقول هاي بركه الامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه. ايش قد تدخل السرور على قلبها، وشلون الله هم سبحانه وتعالى ينطيك الاجر. شوف الروايه شو تقول على النبي: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا منفقه واليد السفلى للسائله، وابدأ بمن تعول. يقول الله من جعل عندك مال لك فضل انت، هذا الفضل استفيد من عنده. زين تقول له سيدي فصل لي اهل افتهم شنو هذا مرادك من عنده. قال الامام الصادق قال رسول الله صلى الله عليه واله: اني شافع يوم القيامه لاربعه اصناف، ولو جاءوا بذنوب اهل الدنيا، لو جاءوا بذنوب أهل الدنيا ذولا أشفع لهم يوم القيامة. من ذولا؟ قال: رجل نصر ذريتي، ورجل بذل ماله لذريتي عند مضيق صار عنده مضيقة بحياته يوصل له، ورجل أحب ذريتي باللسان والقلب، ورجل سعى في حوائج ذريتي. شو وقت؟ إذا طردوا أو شردوا. وكأنما النبي هو أخبرنا، يدري النبي سوف يعتدون على ذريته من بعده. ماذا صنعوا بذريته؟ انت وين ما تروح تلقى هذا إمام زاده بإيران يقولون شنو هذا أبناء الإمام موسى بن جعفر. إيش جابه ذولا بالمدينة؟ لما أخذ الإمام الرضا عليه السلام إلى طوس، معصومة بأبي وأمي كانت متعلقة بأخيها الرضا، تنظر إليه الرواية تقول حتى لما أخذوه من البيت بعنوان شنو يعطوه ولاية الأمر، يعطوه مقام، هو يعلم أن فيها قتله وشهادته. ولذلك هذا الإمام الوحيد أيها الأحبة قال: اجمعوا أهل بيتي، جمعوهم، جمعوا بني هاشم، جمعوهم، ثم قال: اقرأوا علي مصيبة موتي وشهادتي وهو في حياته. ايش قد مظلومين أئمتنا. فقرأوا المصيبة وبكوا عليه، ثم غادرهم. تقول كانت بنظراتها حتى غاب الإمام بأبي وأمي، فلما أذن لها أن تأتي إلى خراسان وإلى طوس ذهبت مع لم من أخوتها وأبناء أخوتها، عشيرة طلعوا. لما وصلوا إلى ساوة شتتوهم وقتلوهم، فقتلوا من قتلوا وشردوا منهم من شردوا، وضاعوا في أطراف الدنيا. تلقى وين ما تروح قبر. هذا من نسل الإمام موسى بن جعفر، هذا من نسل الإمام الصادق، وترى ما جرى عليهم أيها الأحبة. فإذا أهل البيت شردوا قتلوا. زين أقول له يا رسول الله ليتك الآن ترى آل بيتك ماذا فعلوا بهم، شردوهم قتلوهم، فإنهم ينادون اللعنى في يوم عاشوراء: احرقوا بيوت الظالمين. هجموا على بيت الرسول، على آل الرسول، روعوا النساء، حرقوا الخيام. يا الهادي لو ان عينك تشوف آل ميش جازتك يوم الطفو، من بناتك زلبوا حتى الشفوف. أهل الغيرة هذه بنات رسول الله سلبوا منها ما يسترن بها وجون، عقب ذبح وقتل كل رجالها. ليتهم فعلوا هذا واكتفوا. تقول له زينب تتجه إلى المدينة: يا رسول الله يا جدي يا جدي ما حد مدد ايدي، ولا
الشمس ما حد وصل لي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مو هواية كل ساعة ندعو للإمام، قليل ندعو بصوت واحد لتعجيل مولانا صاحب الأمر والزمان. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا في خير وعافية. اللهم اشف مرضى المؤمنين والمؤمنات لا سيما المنظورين، اقض حوائج المحتاجين. إلهي آمنا في أوطاننا. اللهم احفظ علماءنا الربانيين. اللهم تقبل من المؤسسين بأحسن القبول. تقبل منا القليل واعف عنا الكثير لأرواحهم وأرواح موتى الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. رحم الله من أهدى إليهم ثواب سورة الفاتحة قبلها الصلاة على محمد وآل محمد.